هاني أبو ريدة طلب زيادة الأندية المشاركة في بطولة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية. وأنا هقول لك الكواليس كلها لأنه ما أقدرش أطلع على الهوا من غير ما أقول لك الكواليس. عندي 3 كواليس في 3 حاجات النهاردة، في 4 كواليس مهمة جدا. ما حدث إنه بالفعل أنا بقول لك أخبار، بقول لك معلومة. هاني أبو ريدة تحدث مع متسبي رئيس الاتحاد الإفريقي في هذا الأمر بدل المرة أكثر من مرة، وأنا كنت قلت لك من فترة أن هناك محاولات لزيادة عدد الفرق خصوصا المصرية يعني إلى 3. فبعد المستوى المتميز اللي ظهرت بيه مصر وظهرت بيه كوت ديفوار والسنغال والكونغو و فهاني أبو ريدة وجد أن الفرصة سانحة أنه يتكلم في هذا الأمر مع باتريس موتسيبي. قال له أنت شايف المستويات عاملة إزاي وشايف الدنيا عاملة إزاي، وبطولة أفريقيا فاترينا للأندية الإفريقية سواء لتقديم مستويات أو على الأقل للاحتراف. اللاعيبة الدول الأوروبية والدوريات الأوروبية بتشوف اللاعيبة من خلال هذه البطولة، وبالتالي بتبقى في حركة جيدة في سوق الانتقالات، وهو ترويج للبطولة الإفريقية. وقال له إنه بطولة أوروبا زادت جدا جدا، عدد الفرق زاد جدا جدا جدا، وبالتالي نزود كل فرقة كل دولة مقعد سواء في الكونفدرالية أو في دوري الأبطال. أنت عارفين الأول كان الكلام على إيه؟ إنه ما تزود مصر ما تزود المغرب، لا دلوقتي قال له كل المنتخبات أو كل الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أظن 52 أو 53 دولة بعد انضمام جنوب السودان، يزيدوا فرقة، اللي عندهم فرقة يبقوا 2 واللي عندهم 2 يبقوا 3. باتريس موتسيبي وافق على الفور. خد بس مني معلومة، بس ما تفرحش قوي لحد ما اقول لك اخر الخبر. قال له انا عن نفسي مقتنع، ما عنديش مشكلة، بالعكس دي فكرة جيدة وفكرة محترمة وانا احب انها تطبق، لكن لابد وان نعود الى المكتب التنفيذي. المكتب التنفيذي هيجتمع قبل نهاية بطولة كأس العالم على هامش كأس العالم حسب معلوماتي، يعني خلال اقل من 10 ايام. ده اجتماع المكتب التنفيذي. خلال هذا الاجتماع هيتم الإقرار إما بالزيادة أو الاستمرار على هذا الأمر. المعلومة إنه حتى اللحظة اللي أنا بكلمك فيها دي مفيش أغلبية داخل المكتب التنفيذي للموافقة على هذا القرار. مفيش لسه أغلبية، لكنه الموضوع مطروح بقوة، ومتسبي بيعمل اللي هو عايزه في الاخر. يعني في الاخر حتى من غير اجتماع جاي طالع مدي قرار كذا وخلاص تخلص يعني. فهل سيستطيع هاني أبو ريدة وفوزي لقجع والاخوه الافاضل، لانه في عدد كبير جدا عندنا من ليبيا وعندنا من تونس وعندنا من المغرب وعندنا من مصر وعندنا كتير جدا وعندنا من الجزائر دلوقتي كتير جدا موجودين في المكتب التنفيذي، هم أعضاء رؤساء اتحادات وأعضاء في المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي. خلال الأيام القليلة المقبلة هيبقى في مشاورات واتصالات من أجل إقرار هذا الاقتراح. هل من الممكن الموافقة عليه؟ ممكن. هل من الممكن عدم الموافقة؟ ممكن. لكنه بقوة هاني أبو ريدة وبتأثيره داخل الاتحاد الافريقي، وده هيظهر بقى بعلاقاته الطيبه، مش قوه يعني، العلاقه الطيبه يعني اللي تجمع ما بينه وما بين اخواتنا في افريقيا، هيتضح الموقف جليا. اذا الايام القليله المقبله هتظهر لنا هل سيتم اعتماد هذا المقترح ام سيتم ارجاؤه او سيتم رفضه. لكنه تاني برجع اقول لك انه متسبي كمتسبي موافق ومرحب بهذه الفكرة. القرار قرار مكتب تنفيذي اللي بيترأسه السيد باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم، وهذا الامر سيظهر جليا خلال الفترة القادمة بإذن الله. هذا ما يخص الخبر اللي حضراتكم قريتوه، وده كلام ما بيني وما بين احد المسؤولين الكبار جدا داخل الاتحاد المصري لكرة القدم. هاني أبو ريدة كمان بدأ يتحرك على قصة التحكيم طبقا لموقع سبورت نيوز أفريكا، وعايز بقى شوية انه موضوع التحكيم، لانه خلاص ناس كتيرة بعتت لي خصوصا من أمريكا انه الظلم التحكيمي، وهاني أبو ريدة قال ان احنا حرمنا من حقوقنا
ومعه كل في كلام الحق يعني. بيتقال ان الشركات الراعية طالبة ان النادي الاهلي يكون موجود في البطولة الافريقية، دوري ابطال افريقيا، علشان القيمة التسويقية والجماهيرية للنادي الاهلي. والكلام ده بيأكد عليه الكابتن كابتن احمد شوبير مع هنا بوريدة، اللي بيتكلموا في زيادة عدد الاندية المصرية في دوري ابطال افريقيا. احنا كجماهير النادي الاهلي بصراحه مش حابين الكونفدراليه، حابين نلعب في دوري الابطال، لان الكونفدراليه بالنسبه لنا بطوله ضعيفه جدا جدا ومتأهلش لكاس العالم للانديه، وان النادي الاهلي المفروض يكون متواجد في البطوله الاغلى في قاره افريقيا، وبتأهل لكاس العالم للانديه. هنشوف الايام اللي جايه هترسى على ايه. هنشوف النادي الاهلي هيكون موجود في دوري ابطال افريقيا بشكل جديد مع المدير الفني حسين العموته، ولا هنشوف الدنيا هتمشي ازاي بالنسبه للنادي الاهلي.